كملوا نسمعوا وقتاش خرج بالضبط. فهمتك سايبون. فهمتك سايبوك. يا خاليه لو ما سايبوش مو غادي يطول، هو لو خاطر عنده مشكله اخرى سيبوه من غادي وهزوه للمنطقه نتاع حرس في طبلبه، خلطنا عليه باش كيما سمعتوا اللي مع يسري في اللايف قالك ما سيبوهش ديريكت من البلاصة هذيك، سيبوه حابس بهزوا المنطقة في تبربة ظهر لي، ومن غاديك خلط عليه عيلته وروح. هذه أول معلومات مستجدات في الموضوع على خروج يسري من الحبس. أي فاز أخرى نسمعها عليه ولا نلقى فيديو ولا حاجة ديريكت نعمل عليه فيديو ونبارتاجيه معكم ديريكتومون. ان شاء الله يكون وصلت ميساج بيان وواضح وكل شيء مفهوم. لهك وصلنا لاخر فيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك، تفعل زر الجرس، وكتب لنا رايك في تعليقات على حكاية يسري. حبسه كان ظلم والا يستحق، وما ثم حتى واحد نتمنى له الشر بالطبيعة. وكتبونا زاد فري سمارة أكد على الحكاية هذه، وأي واحد عنده فكرة ولا معلومة انستغرامي متاقي بطبيعته في الفيديو يجيني على الانستغرام ويعطيني الفيديو ولا الحاجة الجديدة اللي عنده، وانا راني نتفاعل ونجاوب بالوقت ونعمل عليه فيديو. وطبعا بقالي كنقول لكم باي باي.